صباح الخير، أنا درية مهران وهذا بودكاست ضوء الصباح. أقدم لكم مقتطفات من كتاب في دايرة الرحلة: الحب، الوعي، الأحلام، للدكتور محمد طه. الفصل الرابع: رجل الغابة، رجل البيت، رجل الكلمة، رجل المعنى. ده بقى الراجل اللي لما تقعد معاه اللي بتحبه تحس إنها اتصالحت مع نفسها، وإن أجزاء روحها المبعثرة اتلملمت والتأمت من جديد. زي ما اتفقنا في الفصل الأخير إنه في 4 صور أو نماذج لوجود المرأة في عقل الرجل، برضو في 4 صور أو نماذج مختلفة لوجود الرجل في عقل المرأة. كل فتاة أو امرأة بتنجذب لصورة منهم على حسب درجة نموها النفسي وتطور عقلها ووعيها. النموذج الأول هو الرجل اللي جسمه رياضي وعنده عضلات وحركات، اللي عنده قوة جسدية. ممكن نقول كمان الراجل اللي مقطع السمكة وديلها، المخربش المدقدق، اللي بيعرف يلف ويدور وحاسس باستحقاق مبالغ فيه أحيانا. رجل قد يكون مخترق للقواعد والقوانين، رجل ملهوش مسكة ولا ليه أول ولا آخر، يجيد وعنده كمية هائلة من الألاعيب النفسية اللي بيشد بيها عيون المراهقات ويلعب بيها بعقول البنات ويحطم بيها قلوب العذارى. لازم نعترف في شريحة كبيرة من البنات بتنجذب بل بتهيم بهذا النوع من الرجال هياما، وهنتكلم عن تفاصيل القصة دي بعد شوية. النموذج التاني هو الراجل اللي بينفع يفتح بيت ويقدر يتحمل مسؤولية عائلة، راجل دماغه منظمة، مبادر، عارف هو عاوز ايه بالظبط وبيخطط وبيسعى يوصل ليه ازاي. رجل بيدعم الست اللي معاه وسند حقيقي ليها، ظهر صلب للبيت وللأولاد. رجل بينكر ذاته ويؤجل احتياجاته الشخصية وما عندهوش أي مشكلة إن زوجته تكون ناجحة ومستقلة وليها شخصيتها ودخلها الخاص وعلاقاتها الاجتماعية. رجل بيوفر الحماية والأمان، سوبر هيرو واقعي على الأرض كل يوم، سوبر هيرو كزوج وسوبر هيرو كأب. وعلى فكرة النموذج ده أيضا جاذب لشريحة كبيرة جدا من النساء، لأنه بيمثل التجسيد الواقعي للاستقرار والمسؤولية والالتزام ناحية البيت والأسرة. الرجل الثالث ده الراجل صاحب الفكر، ده راجل دماغه متكلفة، رجل ذكي موهوب، بيعرف يفكر ويناقش ويستنتج، بيعرف يصيغ ويعبر، رجل مبدع وملهم ومبتكر. جاذبيته بشكل خاص في عقله، عقله جذاب بمعنى الكلمة، أفكاره متوهجة طوال الوقت وإبداعه مثير ولافت وأخاذ. الرجل الرابع والأخير ده بقى الراجل اللي لما تقعد معاه اللي بتحبه تحس إنها اتصالحت مع نفسها وإن أجزاء روحها المبعثرة اتلملمت والتأمت من جديد. مش بس التأمت من جديد، هي بتلتئم من جديد على مستوى أعلى في كل مرة بتكون معاه. ده رجل بيمهد للمرأة طريق النضج النفسي والعقلي والروحي، بيفك شفرة روحها وبيفتح أبواب نفسها المغلقة. مش بيعمل ده بإغرائها باللي بيقدر يعمله ولا بإبهاره العقلي وذكائه الشديد، لا، هو بيعمل ده بمجرد وجوده، نوعية وجوده. هو عنده نوع نوعية وجود هادئة وخلابة وحكيمة وملهمة. تصور حد مجرد وجوده ممكن يغيرك. الرجل الأول بيشبهوه برجل الغابة، الرجل الثاني رجل البيت، الرجل الثالث هو رجل الكلمة، والرجل الرابع هو رجل المعنى. مرة تانية، كل امرأة على حسب درجة نضجها ووعيها بتختار أو بتنجذب لأحد هؤلاء الرجال. اللي بتدور على النوع الأول بتدور على مغامرة عاطفية ترفع بيها نسبة الدوبامين لأعلى مستوى، عاوزة تحس إنها انتصرت على كل البنات اللي عرفهم الراجل ده قبلها وأحيانا معاها في نفس الوقت وهي عارفة. بتبقى مبسوطة بشخص مختلف ومتمرد ومغامر، قادر إنه يكبح جماحها ويفرض سطوته عليها ويخطفها من نفسها بمزاجها وخاطرها وإرادتها. اللي بتدور على النوع التاني بتبقى عاوزة تحقق نفسها في وجود رجل داعم وحامي ومحتوي، عاوزة تشتغل وتكبر وتنجح مع راجل مطمنها وساندها وشايل عنها، راجل بيعرف يتصرف وبيتحمل المسؤولية وبيحل المشاكل وبيوفر الحب والأمان وبيمهد ليها طريق الحياة بشجاعة ونبل. اللي بتدور على النوع الثالث دي بقى عاوزة تطور عقلها ووعيها وعاوزة تتعلم، عاوزة توسع مداركها وتفهم
تفتح لنفسها آفاق معرفية جديدة، عاوزة حبيب تتطلع إليه or look up to him، تتعلم منه، تنبهر بفكره وعقله وذكائه. دي امرأة بتثيرها الأفكار وبيغويها العلم والثقافة، امرأة تشتاق لكتاب وتفتتن بمقال وتلمع عينيها أمام إدراك جديد، امرأة تصيبها المناقشة المبدعة بشبق لا يوصف، ولا تطارح الغرام قبل أن تطارح العقل. أما اللي بتدور على النوع الرابع فدي عاوزة تلاقي، لا هي مش عاوزة تلاقي، هي عاوزة تخلق لحياتها معنى، بتدور على اللي بيساعدها في ده، مش عاوزة مغامرة عاطفية، ولا عاوزة أرض صلبة تقف عليها، ولا عاوزة تلاقح عقلي ممتع، ولكنها محتاجة وعايزة ومقررة تتجاوز كل دول وتوصل مع من يستحق ذلك إلى نفسها الحقيقية. هي بتطمن نفسيا بس مش بتقف هنا، أكيد بتنتشي عقليا بس مش دي حدودها، إنما كل دول بيكونوا خطوات أولية ومبدئية لما هو أكبر وأعظم وأجمل. الاطمئنان والأمان النفسي بيوصلوها لصفاء وجداني عميق، والنشوة العقلية تتحول لجزء بسيط من نشوة روحية شاملة وكاملة. الرجل بالنسبة لهذه المرأة هو دليلها في الطريق، هو الوتد اللي بتستند عليه نعومتها ورقتها وعزوبتها، وهو ملهمها ومعلمها الروحي. ايه ده، مش دي شبه صوفيا اللي وصفناها في الأول؟ بالظبط، دي صوفيا in progress، صوفيا وهي بتتكون. الأربع أنواع دول أو الأربع درجات من الانجذاب ممكن يبقوا أربع مراحل للتطور النفسي والنضج العقلي والروحي للمرأة، وكل واحدة وشطارتها، وكل واحدة ورحلتها. في واحدة بتتشد للباد بوي أو ما يطلق عليه الباد بوي، اللي بيخلي أي بنت تبقى attached، لكن هو شخصيا never attached. في واحدة بتدور على زوج طيب ابن حلال يصونها ويراعيها ويحميها، وفي واحدة بتنبهر بالكاتب الأستاذ المفكر الفيلسوف المحاضر والباحث، وفي واحدة ما يملاش عينيها غير بني آدم خاض رحلة حياتية عميقة بدأت بالبشرية وانتهت بالارتقاء والروحانية، رجل مشى مشوار إنساني حقيقي جذوره في الأرض وفروعه وصلت عنان السماء، رجل تعلم كيف يحترم جسده ولا يكف عن تزكية نفسه، رجل يسعى لتطوير عقله بلا حدود، ورجل يمر بولادة روحية جديدة كل يوم. يعني ايه رجل يمر بولادة دي؟ ايوه، ما هو الرجل ده برضو فيه من الأنوثة، اللين والود والقرب، زي ما اللي بتدور عليه بيبقى عندها الشجاعة والحسم ومواجهة الشدائد. فمنتهى تطور الرجل هو اندماجه مع الجزء الأنثوي الحقيقي داخله، ومنتهى تطور المرأة هو اندماجها مع الجزء الرجولي الحقيقي داخلها. معلش حقك عليا، الكلام يمكن يكون صعب شوية، بس الموضوع كده بجد. زي ما كل نماذج المرأة اللي اتكلمنا عنها قبل كده بيكون ليها شكل أو مثال معين في عقلنا الجمعي في الدراما والفن والشعر والأغاني، برضو نماذج الرجل كما هي في عقل المرأة ليها أشكال واضحة ومعروفة في عقلنا الجمعي والدراما والفن والشعر والأغاني. النوع الأول بتلاقيه ظاهر في أغاني زي أغنية يا واد يا تقيل، أو ليه كل همك في الدنيا تثبت بس إني مش مهمة، والرأي رأيك وإني أنا جنبك ماليش ولا أي كلمة وبعيش معاك صورة وخلاص. النوع التاني بيتغنى له أنا سند عليك. النوع التالت بيتقال له أخرج من معطفه الجريدة وعلبة الثقاب، ودون أن يلاحظ اضطرابي ودونما اهتمام تناول السكر من أمامي، ذوب في الفنجان قطعتين وفي دمي ذوب وردتين، ذوبني لملمني بعثرني، شربت من فنجانه سافرت في دخانه وما عرفت أين كان هناك جالسا ولم يكن هناك، يطالع الأخبار وكنت في جواره تأكلني الأفكار، تضربني الأمطار، يا ليت هذا الرجل المسكون بالأسرار فكر أن يقرأني ففي عيوني أجمل الأخبار. أما النوع الرابع ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى، وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا، فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا. كل واحد منهم كمان بيظهر في الأحلام بشكل مختلف عن التاني. الأول بيظهر في صورة بطل رياضي أو وحش مفترس أو شخص فاحش الثراء، التاني بيظهر في صورة بطل منقذ، التالت بيظهر في صورة مدرس بروفيسور أو كاهن أو عالم، والرجل الرابع بيظهر في صورة رجل حكيم أو شخص بيقول نصيحة أو بيدل حد تايه على الطريق.
طبعا الأنواع ممكن تتداخل ويتواجد نموذج أو أكتر في نفس الشخص في نفس الوقت أو في أوقات ومراحل مختلفة من حياته. مفيش حدود أو خطوط فاصلة ما بين أي حاجة والتانية في الإنسان. وزي ما قلنا من شوية، ممكن العقل الجمعي يلبس حد نموذج معين أو يضغط على حد إنه يلبس إطار معين ويرفض إنه يتحرك بره هذا الإطار. تخيل بنفس المنطق والطريقة ممكن واحدة تلبس رجلا ما نموذجا ما أحيانا ضد طبيعته وما تبقاش راضية ولا قابلة ولا مستحملة إنه يكون أي شيء غير هذا الإطار. حكاية كبيرة قوي لها أبعاد تانية معقدة جدا. أبسطها سؤال واحد منطقي: هي الأدوار دي مسؤولية مين؟ مين اللي بيصنعها؟ وده شيء مختلف عن سؤال مين اللي بيعيشها، الرجل ولا المرأة ولا المجتمع ولا العقل الجمعي للمجتمع ولا كلهم مع بعض. بعدين هنفهم. الفصل الخامس: الجميلة والوحش. اتكلمت في كتاب الخروج عن النص عن التكرار القهري اللي كان بيخلي هانيا ترجع لحبيبها علي بعد كل مرة بيؤذيها أذى شديد وواضح، واللي بيخلينا أحيانا نكرر نفس التجارب المؤلمة مرة ورا التانية ورا التالتة بشكل غريب وعجيب ومنافي للمنطق. وقلت إن ده بيكون ليه تفسير من أربعة. الأول: يمكن المرة دي ننهي الحكاية نهاية مختلفة. التفسير الثاني: علشان نحس ولو إحساس مزيف إن لينا السيطرة على الأمور والتحكم في الأحداث بعد ما كنا مضطرين وقليل الحيلة. التفسير الثالث: علشان ننتقم ونأخذ بثأرنا وننتقل من دور الضحية إلى دور الجاني. والتفسير الرابع: علشان نجلد نفسنا ونعذبها على خطأها السابق بتكراره هو مرة وراء الأخرى. شرحت إنه بيكون وراء الاستعداد للتكرار القهري مشاكل كتير في الطفولة ومواقف غير منتهية مع الأب أو الأم، ووضع العقل الباطن للشخص الحالي مكان ذلك الأب أو تلك الأم وتكرار الحكاية معاه. في الجزء الثاني من كتاب الخروج عن النص من جديد، وضحت بعداً آخر لتفسير نفس الظاهرة ومستوى أعمق لرؤيتها وفهمها، وهو إن وراها احتياجات نفسية وعاطفية غير مشبعة أصلها أيضاً ناحية الأب أو الأم، وإن الجوع الشديد ليها والحرمان المتواصل منها ممكن يبهدلنا بالمعنى الحرفي، يحرق أرواحنا بنار التكرار ويوقف حياتنا اللي كانت ماشية ونفضل نلف وندور حوالين نفسنا طول العمر. السؤال دلوقتي: طب ليه بقى بنات كتير ما عندهمش أي مشاكل كبيرة مع أهلهم وتم تلبية احتياجاتهم الأساسية منهم بشكل مناسب جدا وعملية نموهم ونضجهم النفسي معقولة للغاية، بيجوا عند الارتباط ويختاروا شخص صعب، بيختاروا شخص عنده مشاكل كتير مع نفسه ومع المسؤولية ومع العلاقات الحقيقية؟ ليه بيعملوا كده في نفسهم رغم إنهم فعلا متربيين أحسن تربية وعلى قدر عالي من الثقافة والوعي وحسن الخلق والخلق؟ ليه يسيبوا السهل البسيط المباشر ويروحوا للصعب المكلكع اللي مليان مخاطرة؟ ليه يسيبوا رجل البيت ورجل الكلمة ورجل المعنى ويتجهوا بإصرار وتصميم نحو رجل الغابة؟ إيه اللي يخلي بنت طيبة لطيفة ومحترمة تميل لحد باين عليه من أول يوم إنه متعب أو مش مناسب؟ ليه واحدة بعد ما تتعب وتقاسي وتدوق المر في علاقة حب أو ارتباط تقرر تكمل وتستمر في نفس العلاقة مع نفس الشخص اللي حرفيا مطلع عينها؟ ازاي بعد ما تكتشف انه متلاعب او كذاب او خاين تيجي على نفسها وتقسو على قلبها ومشاعرها وتدي حالها امل تاني وتبدأ معاه من جديد؟ ايه اللي بيشوفه عقلها بيخليها تغمي عينيها؟ ايه اللي بتبقى مستنياه؟ ايه الحسبة اللي بتحسبها؟ مش بس كده، ده في بنات كتير بيكونوا خدوا رحلة طويلة من العلاج النفسي أو مشيوا طريق شاق وواعر من النمو والنضج والوعي، وبالرغم من كده بتبص على اختياراتهم في العلاقات واللي المفترض تكون أفضل وأكتر سواء الآن، تلاقيهم برضو بيروحوا للصعب والمكلكع والمرهق، زي ما يكون جواهم وعلى عمق سحيق جدا حاجة أقوى من المنطق وأكثر تأثيرا من العلاج النفسي، وبتقدر تتخطى وتتجاوز كل مشاوير الوعي، زي ما يكون في حاجة تانية خالص بتتحكم في اختياراتنا غير الجينات والتربية والظروف المحيطة وحتى إرادتنا الواعية. لغز، فعلا لغز، لغز محير وغير مفهوم وغير متوقع. ولأن التركيبة البشرية معقدة للغاية، ولأن مستويات عالمنا الداخلي متعددة ومختلفة ومكملة لبعضها، ولأن السؤال ده صعب بجد، فالإجابة المرة دي هتكون من مستوى أعمق من كل اللي فات، أعمق من التكرار القهري وأعمق من مجرد احتياجات غير مشبعة. وده
لا ينفيهم طبعا، لكنه يضاف إليهم ويكملهم. احنا المرة دي مش بس هنغوص داخل نفس هذه الفتاة أو تلك المرأة، احنا كمان هنرجع لورا في تاريخ الجنس البشري كله، لأن الحكاية دي حكاية انجذاب كثير من النساء نحو الشخصيات الصعبة والمعقدة والمتعبة من الرجال حكاية قديمة قدم حياتنا على الأرض نفسها. وبيني وبينكم مفيش غير حاجة واحدة في العالم أقوى من المنطق وأكثر تأثيرا من العلاج النفسي تقدر تتخطى وتتجاوز كل مشاوير الوعي. هنعرفها فورا. تسمع عن الغرائز؟ الغرائز مهمة ومعروفة، لكنها موجودة في مستوى واحد فقط من وعيك، اسمه العقل الباطن الشخصي personal unconscious. لكن في غرائز أخرى أقوى بكتير من دول، موجودين في مستوى تاني أعمق من الوعي، مستوى ضارب في جذور التاريخ منذ بدايته وواصل لأصول الجنس البشري والوجود الإنساني كله، اسمه العقل الباطن الجمعي collective unconscious. محتوياته هي عند كل البشر، مش بتختلف من شخص لشخص أو مجتمع أو ثقافة، وفي كلام كتير جاي عنه لاحقا في هذا الكتاب. غرائز العقل الباطن الجمعي بتسري من جيل إلى جيل وبتمتد بطول الأرض وعرضها، وبيتم توريثها عبر الجينات كما ثبت مؤخرا. هنا اسمها العلمي مش هيبقى غرائز، هيبقى حاجة تانية، لكننا هنستخدم لفظ غرائز للتسهيل مؤقتا. من ضمن غرائز العقل الجمعي غريزة اسمها القيام بدور البطل، يعني في بعض المواقف والأحداث بيتحرك جوانا دافع قوي جدا له طاقة نفسية وجسدية هائلة وعنده عزم وتوجه وهدف، وهو إنك تواجه مشكلة صعبة لغاية ما تحلها، تتحدى ظروف قاسية وتنتصر عليها، تتجاوز محنة شديدة، وهكذا. تقدر تعتبر أي غريزة من غرائز العقل الجمعي زي السوفت وير الجاهز للعمل، برنامج نفسي إنساني موجود في أعماق كل الناس. بمجرد ما حضرتك تتحط في موقف بيستدعي استخدامه، عقلك وروحك وجسمك بيعملوا له تفعيل، وبتبدأ خطواته في التنفيذ بشكل ثابت ومتكرر ومحدد مسبقا، بغض النظر عن حضرتك مين أو اتولدت فين أو عايش في أي بلد أو حتى في أي حقبة زمنية. غريزة القيام بدور البطل ليها شكل عند الرجال وليها شكل عند الستات. شكل الغريزة دي عند الستات أو البنات اسمها ترويض الوحش Taming the Beast. الاسم جاي من الأسطورة الشهيرة الجميلة والوحش، اللي اتعمل عنها أعمال فنية وأدبية كتير، واللي كان قدام الفتاة اختيارين، 2 رجالة، واحد منهم كان بيطاردها وبيتتبعها وبيحوم حواليها، والتاني هو الوحش اللي كان أصله أمير أصابته لعنة شريرة. قلبها وعقلها خلوها تميل وتحب الوحش، لأن كان في حاجة جواها، إحساس داخلي عميق بيقول لها إنه من داخله غير من خارجه، وإن حقيقته مختلفة عن اللي ظاهر منه. فقررت إنها تفضل معاه متحملة قسوته وصبر على خشونته، مستوعبة ومحتوية فظاظته، لغاية ما حبها ليه شفاه من اللعنة ورجعه تاني أمير جميل طيب. أي بنت أو ست جواها برنامج عقلي مولودة بيه لترويض أي كائن صعب، استعداد نفسي مسبق وجاهز للتنفيذ، للتعامل مع أي رجل متعب ومرهق، غريزة عميقة وأساسية للمحاولة رغم بوادر الفشل، والأمل رغم ضبابية الأفق، والنهوض بعد كل سقوط. طيب، وده مش موجود عند الرجالة يا دكتور؟ موجود، لكن بدرجة أخرى وشكل مختلف هنتكلم عنه في آخر الكتاب. بيجي بقى قدام البنت شاب لطيف وجذاب، بس ظروف حياته قاسية تتحرك جواها غريزة القيام بدور البطل، تقرر إنها تستحمل ظروفه وتقف جنبه لغاية ما أموره تتصلح. يظهر في طريقها راجل يبدو محب ومهتم، لكن أهله صعبين شوية. يتفعل جواها هذا السوفت وير العقلي التاريخي، فتقرر إنها تصبر مرة وتطنش مرتين، وتيجي على نفسها عشرات المرات. يقترب منها حد شكله محترم وعاوزها وشاريها، وفي نفس الوقت مش بيشتغل أو مش مستقر في شغله، تفضل وراه كتف بكتف، تساعده معنويا وأحيانا ماديا في انتظار إنه يحقق حلمه. كل امرأة بيوجد بجيناتها بصمة وراثية كونية تستطيع أن تفعل من خلالها المعجزات، قدرة خارقة عمرها آلاف السنين بتظهر من داخلها عند اللزوم، رغبة عارمة لا يقف أمامها شيء في إصلاح كل ما أفسده الزمن أو الناس أو الظروف. حلو؟ حلو، بس مش حلو قوي. ليه؟ لأن الغريزة دي زيها زي كل الغرائز، ممكن تكون أحيانا عمياء، مش بتميز كويس ومش بتعرف تختار، راداراتها مشوشة وحركتها متسرعة. هي زي ما بتصبر على النماذج دي وبتديها فرص، بتيجي
قدام حد نرجسي متسلط مؤذي متحكم وتقرر إنها تصلحه. بيظهر قدامها حد مشوه نفسيا تماما وغير قابل للعلاج أو التقويم، وبتصر إنها تكون أمل الوحيد في الحياة. يخترق طريقها رجل ليه تاريخ واضح من العربدة وعدم الاتزان، وتختار إنها تديله فرصة تانية وتالتة وعشرة. طيب ومين فينا يا دكتور مش بيغلط؟ مين يعني ما عندهوش عيوب؟ ما أكيد أنا كمان مليانة مشاكل. الغريزة دي بتخليها تستحمل المتلاعب، وبتنتظر اللي بيقرب وبيبعد، وبتصبر على اللي بيظهر وبيختفي. بتخليها تدي فرص للي ضيع كل الفرص قبل ما يقابلها. بتخليها تفتح الباب اللي صاحبه قفله ورمى مفتاحه في البحر من زمان. بتخليها تلعب دور المنقذ لحد غرق بالفعل لأنه مش عاوز ينقذ نفسه. بتخليها تعمل من نفسها الكارت الأخير لحد حرق كل الكروت اللي قبلها. الغريزة دي هي الترجمة التاريخية لجملة I can fix him، وهي الطبقة الأعمق من مجموعة طبقات مرصوصة فوق بعض لتفسير هذا الشكل من السلوك الإنساني. يعني الدخول أو الاستمرار في علاقة حب أو صداقة أو ارتباط مليان أذى ممكن يكون وراه تكرار قهري، ممكن يكون سببه احتياجات غير مشبعة، وممكن تحركه غريزة القيام بدور البطل أو البطلة، وممكن كل دول مع بعض. الغريزة دي عبارة عن قوة نفسية خفية هائلة غاشمة لا يستطيع الوقوف أمامها شيء، لا منطق ولا وعي ولا علاج نفسي. أحيانا دي غريزة موروثة من كل أجيال النساء السابقة، ومنقولة عبر الجينات وعبر الحكايات وعبر الأحلام والرموز. طيب وبعدين يعني نتخلى عن اللي بنحبهم؟ ما نقدرش ظروف اللي مرتبطين بيهم؟ نبيع وننسى ونتجاوز ببساطة كده؟ لا طبعا، أنا مش بقول كده، لكني بقول إن مهم تبقي عارفة إن مش كل مريض قابل للعلاج، مش كل مكسور قابل للجبر، ومش كل فاسد قابل للإصلاح. اقرأي العلامات كويس وخدي بالك من الإشارات. ما تكدبيش نفسك وتغمي عينيكي وتقفلي إحساسك. في ناس ما ينفعش نقرب منهم مهما عملوا، وفي معارك ما ينفعش نخوضها مهما كنا شجعان، في حالات ميؤوس منها مهما كانت مهارة من يتصدى لها. وخدي بالك إنه حتى في قصة الجميلة والوحش بطلة القصة ثابت الرجل النفسي، ثابت الرجل النرجسي المتلاعب اللي كان اسمه جاستون، وبعدت عنه ورفضت الارتباط بيه، وارتبطت باللي إحساسها الصادق قال لها إنه من جواه خير حقيقي بجد. زي ما بتقرري أحيانا ترويض هذا الوحش أو ذاك، مهم تقرري في أحيان أخرى إنك تروضي الغريزة دي نفسها وتقوميها وما تستجيبيش ليها. لما كل اللي حواليك يبقوا شايفين حاجة في اللي بتحبيه وانتي الوحيدة اللي شايفة عكسها، يبقى تقفي لحظة وتفكري. لما تلاقي اللي انتي معاه عمال يبعدك عن أصحابك وقرايبك ومعارفك ودوايرك، يبقى تهدي شوية وتراجعي نفسك. لما يكرر نفس الغلطة مرة ورا التانية، لما يلعب نفس الألعاب النفسية بمنتهى الإصرار، لما ياخد منك نفسك ويشد ويجذب في خيوط مشاعرك ويضيق روحك بعد الوسع والبراح، يبقى تبطلي كدب على نفسك وتعترفي إن في حاجة كبيرة غلط. لما يحولك لبني آدم مختلفة تماما عن اللي دخلت العلاقة، لما يطلع منك أسوأ ما فيكي، لما تبصي في المراية ما تعرفيش مين اللي واقفة قدامك دي. أقول إيه تاني؟ أنتي عارفة كل الباقي. طيب هل ده شيء سهل؟ هل مقاومة النزعة الداخلية دي أمر يسير؟ لا طبعا، ده شيء صعب جدا وأمر جلل للغاية. أنت هنا مش محتاجة وعي عادي، أنت محتاجة وعي عالي جدا جدا، محتاجة إرادة تستطيع أن تقف في وجه أفخاخ الطبيعة، وأن تنجو من شراك مئات الأصوات الداخلية، وأن تمحو آثار آلاف الأجيال المحفورة في الذاكرة. هل أقدر أعمل ده؟ تقدري، لأن غيرك قدرت وزيك بتقدر وشبهك هتقدر وهتقدر. هختم بالإجابة على سؤال مهم طبيعي يكون بيدور في ذهنك دلوقتي: هي الغريزة دي ليه موجودة؟ ليه نجيب لنفسنا وجع القلب والروح؟ ليه يبقى جوانا حاجة تتعبنا وترهقنا وتصعب حياتنا بالشكل ده؟ هقولك إن كل غريزة ليها هدف مهم وأساسي، من غيره الحياة نفسها ممكن تتعطل وتقف. غريزة ترويض الوحش موجودة من زمان جدا داخل كل الإناث من كل الثقافات والأعراق والأجناس وفي كل الحضارات والبلدان، لدرجة إنها بقت أسطورة معروفة ومتكررة واتعمل عنها أعمال فنية كتير، من أول الجميلة والوحش مرورا بشهرزاد اللي حاولت تروض شهريار بعد ما كان بيذبح الأميرات قبلها،
وانتهاء بالفتاة آن اللي حبت الغوريلا الشرسة في حكاية كينج كونج. الغريزة دي اتوجدت علشان تحقق هدفين. الأول هو إن الستات زمان ما كانش عندهم رفاهية الاختيار في الرجالة زي دلوقت، وكان مهم علشان تعيش وتنجب وتربي إنها تتأقلم مع الرجل اللي هتفرضه عليها القبيلة أو العائلة أو الظروف. وجزء مهم من هذا التأقلم هو أن تروض هذا الرجل وتنزع عنه قسوته وخشونته، وتخرج منه بعض اللين والطيبة لتصبح سكنه وحضنه ومكان راحته اللي بيتخلى فيه عن دروعه وأسلحته. أما الهدف الثاني فهو أول كائن صعب مطلوب من الست إنها تقوم بترويضه، هو طفلها، ابنها أو بنتها. الطفل في الأساس خاصة في شهور وسنين عمره الأولى هو كائن عشوائي غير متوقع وغير مفهوم، اعتمادي، عصبي أحيانا، زهقان أحيانا، صعب الاحتمال، نرجسي معظم الأحيان. الأنثى لو ما كانش عندها القدرة على الترويض والتقويم والتعديل ما كانش في أم هتقدر تربي ابنها. الأنثى لو ما كانش عندها الصبر وطولة البال وإعطاء الفرص ما كانش في أم هتستحمل مشقة السهر والتعب والإرهاق. والبنت والست لو ما كانوش بيحتضنوا الطفل ويمسحوا دموعه وهو بيقاومهم ويطبطبوا عليه وهو تايه ومحتار ومش عارف يعمل إيه، ما كانش في أبناء هتتربى ولا أولاد هتكبر. كلامك ده بيفكرني بحاجة يا دكتور، بيفكرني بنصيحتك المستمرة في مقالاتك وكتبك بإن الست ما تعاملش جوزها على إنه ابنها، وإن البنت اللي بتحب ما تعاملش اللي بتحبه على إنها أمه اللي بتسامحه بلا حدود أو بتصبر عليه بلا توقف وتديله طول الوقت من غير ما تاخد. هو الحاجات دي مرتبطة ببعض طبعا. اللي بيخلي الست تعامل جوزها على إنه ابنها هو توجيهها الخطأ للغريزة دي. اللي بيخلي اللي بتحب تعامل اللي بتحبه على إنها أمه هو برضو سوء استخدامها للغريزة دي. اللي بيخلي رجل الغابة يطيح ويتجبر ويتنطع هو إنه يلاقي الست اللي معاه دايما بالنسبة ليه حواء. نسيت أقولك، إحنا اتفقنا إننا نستخدم لفظ غرائز في الفصل ده مؤقتا للتسهيل. آن الأوان إني أقولك إن الاسم الحقيقي للدوافع والمحركات والبرامج النفسية القديمة المعدة سابقا الجاهزة للتنفيذ والموجودة في طبقة عقلنا الجمعي اسمها أنماط بدائية. هنتكلم عنها بعد شوية لأنها قصة كبيرة قوي. الفصل القادم بعنوان النداهة.